خدا جهنمم جایی واسه تو نداره، حیف آتیش که بخواد روی سر تو ببره. مساء الخير حبيبتي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. لكم حمودي. شباب اليوم طبعا مثل ما لاحظتوا العنوان شروحات قد تستفاد من عندها. طبعا اليوم شروحات شباب مشكلة اللي يحتاج للجهاز، طبعا شغلات مفيدة اللي تحبها يسويها بالجهاز. وعليكم السلام ورحمة الله. المهم شباب، بعضكم يريد مثل تسريع الجهاز. اول خطوة شباب يروح على حول الجهاز ويضغط على كل وحدة 3 مرات، راح يطلع عنده وضع الجهاز المتطور. هاي خيارات المتطور. اذا ما طلعت بالجالكسي 3 يضغط عليها، ينطيها تشغيل، يروح على الاعدادات، مقياس الحركة الاول خيار يعطيه ايقاف، ثاني خيار مقياس معدل رقم 1، كذلك الجوال مقياس رقم معدل 1. ماشي، تنطونه فرض وحدات المعالجة. وراها شباب تروح على مدير التطبيقات. اكو تطبيقات ما تحتاجها مثل شات اون، الصحف، المجلات، تسحب على الاخيرة. فمتروح على الاخيرة شباب مثل ما قلت لكم شات اون، الصحف، المجلات. طبعا انا مسويهن، شوفون شباب الغير مفعل، هذا ما مفعلهن. البومات، الطقس، تطبيق شات اون، هذين تطبيقات ما احتاجهن، معطيني ايقاف اجباري، مسح بيانات ايقاف اجباري. وراها شباب شو يسوون؟ هاي طبعا الشرح تسريع الجهاز. تضغطون نجمة شباك 9900، نعطيه موافق، فتروحون على هذا الخيار، فتلقون لود. انت مطلوب موديل متوسط، اما هاي السريع، فضغطوا بس موديل. ماشي، حتى الجهاز لا يصير باشكال. كلمة هاي الخطوة، هاي طريقة تسريع الجهاز. الطريقة الثانية شباب، خط اللي يحتاج يسوي خط مثل خط الايفون، طبعا كلش حلوة. شوفوا طبعا تحول خطك من جهاز اندرويد الى خط الايفون. كتاب الصورة حلوة، الاسم يطلع. شوفوا شباب، شوفوا الكتابة، شوف الخط، خط الايفون. الطريقة شنو شباب؟ اخليكم رابط اسفل الفيديو، تضغطون تطوير تنزيل، تلقون عندكم مرات اسلوب الخط ومرات الخط. فانا عندي الخط، هذا الخط. شوفوا عندي الخط. اول ما ينزل الخط تعطونه تثبيت داونلود، ما يحط لك تم الدخول، لا بس تم. فتروح على من؟ على اسلوب الخط. اول ما تضغط يحق لك تم تحميل الخطوط، فتلقى هنا افتراض انت مالك، فتشي تسوي؟ تحطه ايفون، تنطيه موافق، راح يقول لك تم الاستبدال. ماشي. هاي ثاني خطوة شباب بالشرح. ثالث خطوة شباب بالشرح، بعضكم يعاني من فك الملفات الضغط. طبعا هي طريقة كلش سهلة، وكثيركم يحب ينزل برامج تصاميم مال فوتوشوب. تروح على اليوتيوب اكتب حقيبة مصمم اندرويد، راح تلقى حافظة بها مصممات يعني اندرويد. فمن ينزل الملفات مضغوطة نفسها شباب داونلود. شوفوا رمزيات اكسار كيش ما ينفتح، فيقول لك تعذر. طبعا هذا خط الايفون، تضغطوا عليه تنزيل. هسه شباب طريقة شو تسوي؟ تروح على سوق بلاي، تروح تكتب فك الضغط، راح يطلع لك هذا البرنامج. اوكي، واخذكم رابط مالته اسفل الفيديو هم، تضغطون عليه، فتسحب الشاشة قدام، فتروح على الحافظة اللي اسمها داونلود. انت اكيد منزل حافظ داونلود، تضغط داونلود، فتلقى هذا رمزيات اكثر، تضغط عليه، تضغط على اكثر، وتروح على الاستخراج، تروح على اختار المسار، تضغط على هاي وتختار الحافظة تريد تفتح بها فك الضغط. فانا اخليها نفس الحافظة داونلود. هاي داونلود، فضغط موافق.
تم العثور شباب هنا الحافظة المضروبة يعني، بس هو فك الضغط. هاي الطريقة من فك الضغط، شوفوا يعني فك الضغط هو بس مجرد انه الصور مضروبات من اصلهن. يعني نسوي نزلت يسرق تسوي بيه شرح. شباب هنا ثالث شرح. الشرح الثالث، بعضكم مثل يريد واحد يبيع جهازه وعنده رسائل مخزونات وعنده كل شيء وارقام جهة اتصال. الحالة بسيطة، اذا عندك ارقام مجرد شو تسوي؟ اول خطوة تروح على الاستيراد والتصدير، تنطيه استيراد الى وحدة التخزين تصدير، راح يخزن كل طبعا كم يوم كنت مفرمته فرجعت الكل. يعني شوفوا مسيح قد سيتم حذف 30 طبعا مخلي بس جهات الاتصال ما منطيه الكل، فتقدر ترجع جهات الاتصال كلهن لك. هاي رفع. الخطوة الثانية شباب، تقدر تروح على السحابة، طبعا جاي طريق فما اعرف اذا بعدكم تفاعلكم. تخليك هنا ايميل تسجل بالموقع. شو تسوي؟ تروح على النسخة الاحتياطية قبل لا تبيع الجهاز. شوف استخدم النسخة الاحتياطية كذا، اذا تعطيه علامة صح وتعطيه نسخة احتياطي. ورا ما تكمل يعني مثل فرمة الجهاز دخل ايميلك ودخل رمز، راح يقول لك استعادة النسخة الاحتياطية، تعطيها استعادة، راح ترجع عندك الخلفية مالت الجهاز زائد رسائل وساط عندك والسجلات يعني الارقام كلها عندك زائدا النسخ التلقائي للاسامي كلها رجعنا عندك. وبالنسبة للصور تروح شو تسوي انت تضمهم برا. بعد شناسين من شرح شباب، بعضكم هم يعاني من سالفة الصور المزامنة. شوفوا ها صور مزامنة. شو تسوي؟ تضغط على هاي خيار فتلقى المحتوى المطلوب عرضه، ايقاف هذا حط المحتوى الموجود في الجهاز فقط، تم راح تروح كل بعد ما يظهره. بعد شناسين من الشرح. يلا خلصنا بعد كافي. المهم ان شاء الله اذا عجبكم الفيديو لا تنسى لايك واشتراك. شكرا للمتابعة.